بنات، هو السوشي من بعد ما كملته بقاو غير مع الفيديو والطريقه ان شاء الله والمقادير اللي عمرها ما دارتو غديروا ان شاء الله بطريقه مبسطه وسهله وبمقادير موجوده في كل بيت. غير هي بنات راكم كتدخلوا كتفرجوا، كتنساو ما ديروش ليا المتابعه وكتنساو اللايكات. جزاكم الله خير. خليوا لي حتى التعاليق ديالكم نعرفكم من اي بلد كتتبعوني. مرحبا بكم كاملين بنات. راه تبارك الله كنحط شهيوات ساهلين في المتناول. حاولوا ديروا لي لايك ولي جيم وسمحوا لي الا طولت عليكم. بقاو مع الفيديو. هنا كما كتشوفوا الروز المستدير ها هو، نتمنى يكون واضح لكم، ماشي داك المهرس هو اللي غادي نخدموا به ان شاء الله. ها نتوما كنبدا نغسل فيه هكا. ها نتوما باقي بيض، غنبدا نغسلو حتى يولي هذا الماء ديالو نقي. عاده غادي نديرو يتسلق صافي. هنا كما كتشوفوا ها هو الرز ديالنا تغسل، ها هو الماء شفتوا رجع نقي. صافي دابا غادي نديرو يتسلق ليا. هنا صافي كما كتشوفوا البنات الرز من بعد ما ساليت وغسلته مزيان غادي نسلقوه. هنا 2 زلايف ديال الرز غندير لهم 3 زلايف ديال الماء. صافي هنا الرز من بعد ما سلقته مزيان غادي غطيت عليه هنايا الطنجره وغادي نخليه على جنب يبرد. عندنا هنا كاس ديال الخل تقريبا 150 ملي كما كتشوفوا، كاس عامر ديال العنبه. عندنا 120 غرام ديال السنيده، وعندنا 24 غرام ديال الملحه. صافي وغادي نخلط كلشي مزيان. صافي هنا غادي نضيفوا ديك الخلطه على الرز وغادي نخلطو مزيان ونخليوه تيبرد. عاد غنبداو نخدموا به ان شاء الله. كناخذوا هنايا الورقه اللي كنلويو بها السوشي ديال القصب. صافي ناخذ هنايا النوري. الرز ديالنا من بعد ما برد غنبقى نحاول نحط بشويه هنايا من الفوق. انا درت هنايا واحد شويه ديال الماء كندير فيه يديا ونبقاو نضغطوه على هذا الشكل هذا، ونحاولوا ما نوصلوش حتى للجوانب. صافي هنا كنبدا نرش عليه بواحد شويه ديال الزنجلان. عندكم الزنجلان الابيض، انا كنشدو كنصهدو شويه في البوطه صافي وكنديرو من الفوق، ولا ديروه غير هكاك. وبعض الحبوب ديال البوافو والخشخاش باش كيعطيو داك الشكل الجميل ديال السوشي. هنا كما كتشوفوا كندير السلوفان باش نقلبوه، نديروه هكا من الفوق صافي وكنقبطوه بشويه من هذا الشكل ونقلبوه. صافي هنا غنبداو نديرو شويه ديال الجبن. صافي هنا غنبدا ندير في الجزر ديالي. حاولوا تكثروا الجزر باش يعطيكم ديك الكروستيون، والخيار ندير التونه. تقدروا ديروا حتى المايونيز البنات كيعطي واحد البنه، انا ما درتوش. صافي واخر حاجه غادي نديروها هي الافوكادو. صافي دابا غنحاولوا نبقاو نلمطوا في هذه المرحله البنات غير بشويه عليكم تحاولوا ديروا بحال هكا. نتوما كتلويو ونتوما كتضغطوا بحال هكا بيديكم على هاد العصا، وكنحاولوا نحيدوا هاد العصا ونردوا السلوفان على هاد الشكل غير بشويه. انا كنحاول نوريكم بشويه ها نتوما راه سهل منه ما كاين. ها نردوا عليه السلوفان نعاودوا عاوتاني ندوروا بحال هكا ونضغطوا واحد شويه ونجروا الحصيره من هاد الجهه على هاد الشكل. صافي اخر دوره نحاولوا عاوتاني نجروها عندنا ونضغطوا غير بشويه راه ما كنوركش انا. صافي وغادي نحيدوا الحصيره ديالنا. صافي
صافي. وغادي نخلي هذا السلوفان على هذا الشكل ونلويوه من هذا الجناب بحال غادي نديرو كما كتشوفوا، بحال غادي نصايب الكاشير نفس الطريقه ديال الكاشير. ها هو البودان ديالنا الاول وجد. صافي دابا عاوتاني كما درنا نفس الطريقه، ما بغيتش نعاود نطول معكم الفيديو. وزعت الرز وغادي نقلبو على هذا الشكل هذا. ندير معكم الحشوه الاخرى اللي غادي نديرو، نتوما كيبقى لكم الاختيار. غادي ندير شويه ديال الجبن، تقدروا ديروا حتى الفرomاج في هذه المرحله. كندير هنايا السوريمي، غندير الطون، تقدروا ديروا داك السمو المدخن، انا ما كيعجبنيش المذاق ديالو، غالي في الثمن، ما كاينلاش. ديروا غير هاد النكهات وانتم ديروا اللي بغيتو اصلا. يعني هاد الحشو هذا كيبقى لكم الاختيار. غندير الجزر، الخيار، الا بانت لكم شي جهه غليظه حاولوا تقطعوها بهذا الشكل. كنبغينا داكشي يجيني بحال شي لوحه فنيه منين نسالي. غادي ناخذوا لافوكادو نديروه من الفوق بهذا الشكل. صافي دابا كما العاده غنبداو نلويو بهذا الشكل بالحصيره. دابا كنقبضوا هذا السلوفان هذا اللي لوينا به، ما نخشيوش لداخل، نحاولوا نخليوه على برا بحال الشكل ديال البودان اللي كنصايبوا ديال هذا الكاشير كذلك. ومثال ها نتوما خص هذا يبقى مقاد هكا، وكنلويو من هذا الجنب ونسدو من هذا الجنب. ها هو هذا الشكل الثاني، ها هو كملته. غنديروا السومون لهاد الجهه، ونديروا الخيار، غادي ندير الجزر، غادي ندير التونه هي في هذا الجنب، صافي. وكنخلوي فيها البنات. انا هذا راه سوشي مغربي، ما عمره نيت قال وين عليك الشيطان، حيت حنا ما كتعمر لينا كرشنا في هذا البرد. هذا السوشي اصلا ديال الصيف، انا ما عرفتش داني نديرو في البرد. ايوا المهم هانتوما تشهاه ولدي. صافي وغادي نديرو السلوفان كما العاده، نلويو عليه على هذا الشكل، وغنديروها في الثلاجه حتى تقبط راسها باش نقطعوها. غادي راه جديده ماشي سوشي. صافي هنايا عندنا تاميورت اللي غادي نخلطوا فيها السوشي ديالنا. تاميور كيقولوا ليها. عندنا فيها الدقيق الابيض، الابزار والتحميره، بيضه وحده. صافي وغنجمعوا كلشي بالماء. بسم الله. صافي دابا هنايا كما كتشوفوا البنات غنبدا نبانيوها هنايا في هاد سميتو. غنهز معلقه مثال، كنتعاملوا معاها بشويه. صافي على هذا الشكل دابا درتها هنا، وغنحاول نبانيها هكا مزيان مزيان. ها كنلوح ليها من الفوق هاك صافي. والزيت راها سخونه، غنديها تقلى. صافي هنا البنات مرحله القلي ما تديوش على السوشي ديالي، انا ضخمه كنديرها كبيره. صافي غنبدا نقليها وندورها حتى تقلى ليا مزيان، ومن بعد نقطعها معكم وتشوفوا السوشي ديالي الضخمه العمله. صافي هنا كما كتشوفوا البنات بديت كنقطع. هذا حتى هو اللي مقلي، هذا اللي كيحمقني كيجي من داك الشرفيع. شو تبارك الله، ودرتو كبير قلت براد القلب. ها هو صافي وغنبدا نستف فيه حتى هو في لاصيات ديالي. هنا البنات كنحاولوا نقطعوا المص، خصو يكون ماضي. صافي كنقبض انا بحال هكا على جوانب وكنحاول نورك. عندكم كيتور ولا موس، حيت كاين الجزر والخيار كتحاولوا تقطعوه بشويه. صافي
كنحاول نحطو هكا غير بالحتايه وكنهزو هكا بواحد شويه باش كيبقى داك الديكور ديالو. هانتوما كما كتشوفوا راني قطعتهم، شفتوا تبارك الله ما شاء الله كيجي من داكشي رفيع. ها هو وها هو السوشي ديالنا من بعد ما كملته. شو كيجي لذيذ وسهل التحضير، يعني تقدروا توجدوه. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا الى اللقاء في وصفات لاحقه ان شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيها وبصحه وبالسلامه وبالعافيه. جربوا هذا السوشي لوليداتكم.